لذا يقول من يعلم السرائر ويعلم السر وأخفى في تجلية سماتهم وبيان صفاتهم، يقول سبحانه: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا إلهي، أشهد أنه كلام الله، أشهد أنه كلام من يعلم ما تخفيه القلوب وتكنه الصدور. فالمنافقون مذبذبون متلونون، يلقون المسلمين بوجه ويلقون الكفار وإخوانهم من أهل النفاق بوجه، ويتربصون بالمؤمنين على كل وجه، يتربصون بهم الدوائر، مع أنهم يتظاهرون لهم بالمودة وبالمحبة. فإن كان للمؤمنين فتح من الله ونصر من الله قال المنافقون لهم ألم نكن معكم. انظر إلى الاستغلال الرخيص، قالوا ألم نكن معكم فأعطونا نصيبنا من الغنيمة. أما إن هزم المسلمون وكان النصر للكافرين على المؤمنين قال المنافقون للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم وتركناكم ولم نفعل شيئا من ذلك، بل منعناكم من المؤمنين ومنعنا تسلط المؤمنين عليكم بما كنا نشيع بينهم من إرجاف وخداع وتضليل وكذب لتصديقهم لنا، لأننا نظهر لهم الإيمان، فثبطنا المؤمنين عنكم ولم نظاهرهم عليكم ولم ننصر المؤمنين عليكم فأعطونا نصيبنا مما أصبتم. هذا هو النفاق في كل زمان ومكان.